ونقول الكشري الأصفر. الكشري الأصفر من الأكلات السهلة البسيطة الاقتصادية اللي كلها بروتين ومغذية وجميلة جدا. تعالوا يلا نعملها مع بعض بأسهل الطرق. خلاص، أنا جبت هنا مقدار كوباية من الرز على كوباية من العدس الأصفر، نقيتهم كويس، بعد كده شطفتهم شطفة كويسة تحت الحنفية زي ما انتوا شايفين كده لحد لما لون الرز معايا يبيض، وفي نفس الوقت ما بغسلوش كتير عشان خاطر ما ينزلش المادة النشوية اللي فيه ويبدأ ان هو يبشنق وبعد كده يعجن مني لا قدر الله. انا بغسله قد مرتين 3 لحد لما بلاقيه بالمنظر ده. حلة تانية على النار بضيف فيها معلقة زيت معلقة سمنة وبنزل بكوباية من الشعرية او اقل على حسب ما انت حابة. الشعرية بتتشمع معايا وتاخد اللون الذهبي الفاتح، بنزل ببصلاية مبشورة. بصلاية مبشورة والله بصلاية مبشورة او متقطعة ناعم صغير على كف ايديكي، هتبقى برضو حلوة وجميلة. بتاخد معاكي الريحة وبتدبل وبتبدأ ان هي تصفر معاكي لحد لما توصلي للدرجة اللي انت شايفاها دي مع الشعرية. دلوقتي احنا خلاص حطيت حاجة بسيطة من الفلفل الاسود، وهنا مرقة الدجاج. لو عندك شوربة دسمة حطيها، لو ما عندكيش حطي مكعب من المرقة زي كده بطعم معاكي الشوربة. خلاص، شايفين بقى البصلة صفرة، لا هي يعني متقلية ولا هي لسه نية. ببدأ بقى ان انا اضيف معايا هنا مقدار الرز على الشعرية على العدس بالمنظر ده، وبضيفهم على الشعرية. اهم حاجة بكون مصفية كويس، بديهم تشويحة يعني زي ما انت بتطبخوا الرز العادي وتديهم تشميعة كده مع بعض، وبتبدأي ان انت تنزلي بمقدار المية. هنا بقى مقدار المية بتحطي من كوباية لكوباية وربع عشان خاطر العدس، وعشان خاطر الشعرية بتضيفي ربع كوباية من المية زيادة. بمعنى ايه؟ يعني انا كوباية الرز بتاخد كوباية مية، لا انا كوباية الرز مع الشعرية مع العدس هتاخد كوباية مية وربع. خلاص، بتظبطي بقى الملح بتاعك وبتظبطي الدنيا معاكي. بتبدأ ان انت تسيبيهم لحد لما بيتشرب، بتهدي عليه النار لا ويستوي معاكي بالطريقة الجميلة دي. بتقدميه بقى بالشكل اللي يناسبك. هو اهم حاجة بطاطس محمرة، بيض مدحرج، سلطة، اي حاجة نعمة وفضل من الله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. ودي كانت حلقتنا ودي كانت وصفتنا. اتمنى يا رب ما تنسينيش في اللايك والشير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.